السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جايلكم فيديو جديد وروتين جديد، اتمنى ان يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوني بلايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. اول حاجه عملتها فطار، عملت بيض كده وقطعت فيه قطعه لانشون اللي هو الفراخ ده، بيبقى حلو قوي. وحطيت تقريبا قطعة جبنة، حاجة بسيطة يعني جبنة، وبحمص بقى العيش كده. تيلا عملته معاكم قبل كده، بيبقى خطير خطير خطير. بس هو ده كان فطاري، فطار لذيذ قوي. انا بقى قلت كده اشيل الحاجات كده، سنين بيبقى منطورة في كل حتة، فقلت كده ابتدي اشيلها. دي اضاءة بس سليم مطلع الورقة دي بتكون فيها بتدي كده زي الوان طيف، فسليم موقعة. وبشيل بقى اي العاب على الارض، ببتدي ارجعها مكانها. هنا بحط اللي هي الالعاب الكبيره الضخمه دي شويه، بحطها كده في الصاله بره. وهشيل الكرسي ده لان ده مش مكانه. فهي الحمد لله الشقه نوعا ما نظيفه، بس طبعا الترابيزه دي عشان تحت الشباك على طول بتجمع كميه تراب رهيبه رهيبه رهيبه. والتراب بقى انتوا عارفين اللي هو الناعم ده بيبقى بصراحه رخم قوي. عايزه اقولكم ان انا مصوره بس التليفون من كتر السخونه بتاع الجو. هنا درجه حراره كانت حاجه واربعين حرفيا يعني. شايفين انا اول يعني انا دوبك شايفه الفيديو دلوقتي ان هو واقف من كتر ما درجه الحراره كانت عاليه قوي. الموبايل سخن ومش بيصور، مثبتها. انا شلت كل الحاجات دي ومسحتها، ومسحت كمان الترابيزه لان هي كلها من على الجناب كان حواليها تراب. ومسحت كمان الفازات واللي هي العلبة بتاع المناديل دي. بمسحهم عادي. عندي كده بخاخة حاطة فيها مية وحاطة فيها حبة من سائل المواعين، بحط فيها اي معطر وبنضف بيها الترابيزات والحاجات اللي زي كده، بتبقى حلوة جدا بصراحة. فانا متضايقة ان الفيديو على فكرة الفيديو هنا واقف، بس انا اول مرة اشوفه على فكرة دلوقتي. هنا بقى بعد ما ظبطت الدنيا وكنست برضو الارضيات، ابتديت كده ارش معطر. دي الحاجة الوحيدة اللي بتصبرنا على جو صعب جدا. الحمد لله، ربنا يشيلنا يا رب من عذاب جهنم. وادعوا لاخواتنا فلسطين ان ربنا ينصرهم نصرا عظيما يا رب، ويرفع عنهم البلاء. سليم بيدعي معايا. انا كان عندي كده قطعتين فراخ كده صغيرين قطعتهم، كانوا متبلين. وهبتدي كده اني اشوحهم. هعمل مكرونه نجرسكو. انا البشاميل اللي عملته معاكم كتير، حطيت هنا معلقتين كده زبده، وهبتدي كده انزل بالدقيق وهبتدي اقلب وانزل باللبن تدريجيا. مش هنزل بيه مره واحده واقلب وبعد كده انزل تاني لحد ما ياخد القوام اللي انا يعني عاوزاه كده. وبحط ملح وفلفل اسود فقط لا غير، مبحطش اكتر من كده. كنتوا حطوا انتوا بقى جبنه كريمه براحتكم. هنا بقى دي المكرونه. عملت هنا مكرونه اسباجيتي، حطيت عليها كده حبه من البشاميل، وابتدي بقى اقلب كل ده مع بعض. الفيديو ده هينزل لكم بعد معاناه انا حرفيا من الجو ومن الاولاد وكده، فمش عارفه اصور خالص. حرفيا مش عارفه الجو نفسه يعني هو نفسه يعني صعب بصراحه. الحمد لله اكيد احسن بكتير يعني. الحمد لله ربنا برضو يعني يديم علينا نعمته يا رب، ويهون علينا الحر ده ويجيرنا يا رب من عذاب جهنم. هنا نزلت بنص الكمية بتاع المكرونة، وابتدي كده افردها. وهنزل بعدها هحط كده حبة بشاميل، مش كتير، انا كده كنت هحط لها بس عشان كنت عايزة المكرونة تبقى جوسي قوي كده وكلها بشاميل. فحطيت هنا حبة بشاميل كده، بشاميل مش تقيل قوي مش خفيف قوي يعني كويس. في ناس بتحبه اخفف من كده وفي ناس بتحبه طبعا اتقل من كده، ومالكمش دعوه بشكل الطاسه هنا نزلت بالفراخ. الفراخ دي حطيت عليها في الاخر زيتون،
يعني كمية الفراخ مش كتيرة اوي، بس بصراحة دي اللي كانت عندي وقلت هعمل لهم بيهم صينية نجرسكو. زي ما انتوا شايفين في زيتون، كان عندي كام برضو واحدة كده، قلت مش هستخسر انا هحطهم برضو. فحطيت كده الفراخ وحطيت معاها الزيتون، وهنزل بباقي المكرونة بقى. انا هنا بقى كنت يعني ادركت شوية ان المكرونة حسيتها ان هي كتيرة، مش عارفة ليه. المهم هنا نزلت بالمكرونة، وبعد كده نزلت بالبشاميل، كان عندي حبة جبنة صغيرين حطيتهم على الوش، وده كده شكل المكرونة القمر حرفيا والله بجد. طعمها خطير خطير خطير، كانت كلها كده يعني بشاميل، كانت فظيعة ما شاء الله. يعني دايما بعمل هي المكرونة البنة اللي هي القلم، بس لا الاسباجيتي طلعت بتدخل كلها في البشاميل كده، بتبقى خطيرة زي ما انتوا شايفين كده. تحفة تحفة تحفة، وما خدتش بصراحة مني لا فراخ كتير ولا يعني يعتبر كان الوقت اللي انا هحلي فيه وكده ان هي اقتصادية، يعني ما خدتش مني حاجات كتير ومكونات كتير. كمان ممكن ما تحطيش جبنة موزاريلا خالص، والوش برضه هيتحمر معاكي وهيبقى جميل قوي. ممكن لو انت بتحبي يعني الشكل يبقى دهبي قوي، ممكن تحطي حبة زبدة كده على الوش، تبقى حلوة قوي على فكرة، وبتديك برضه طعم خطير. في ناس بتحط طبعا بيض وكده، بس بصراحة انا ما يعني عمري عملتها، يعني عمري ما عملتها كده ولا هعملها كده بصراحة يعني. فدي لو هتعملوها كأكلة وعندكم اطفال وكده يعني بصراحة اكلة مشبعة جدا وحلوة ومش مكلفة برضو، لان انا مستخدمتش فيها غير هما كام قطعة بانيه تقريبا 3 قطع بس، مش اكتر ولا اقل. في ناس اكيد بتحب الفراخ او الحاجات دي كتير، بس انا بصراحة بحبها كده، وبتكون حلوة جدا 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 ومشبعة وتكفي اسرة. انا شايفة ان هي وجبة يعني كويسة، وبرضو تكاليفها مش كتيرة قوي. انا بتكلم بالنسبه عشان في ناس ممكن تقول لا تكاليفها كتير، لا لو حسبتيها هتلاقي هي لان دلوقتي حاليا برضو في اكلات اللي هي العاديه يعني كاسعار معديه. هنا بقى دخلت طبعا على التسريحه اكيد يعني اساسي. مسحت طبعا حاجات اللي على التسريحه اللي هي اللي انا حطيتها دي، ومسحت التسريحه نفسها ازاز وكده لمحته. وهنا بمسح بقى الجزء ده السبلاشات والحاجات دي. المنظمات دي عجبتني اوي بصراحة عن الصينية اللي انا كنت حطاها، مش عارفة انا حاسة ان هي حلوة وما بتاخدش حيز زي الصينية. انا عايزة اقولكم ان كل ده ان شاء الله يتشال مسافة ما ان شاء الله ان شاء الله ربنا يبارك لي في مراد يا رب وفي اخوه. مسافة ما مراد يبتدي يطوله كده بشيل كل الحاجات دي، لان انا في سليم لما سبتهم انا حاجات كلها اتدمرت كلها. ما يجيش كمان سيبكم من الحاجة يعني فادت طبعا طفل وكده، بس هو ممكن يأذي نفسه. في سليمة الحاجات كلها حرفيا اتبهدلت كلها، كنت بصحى الاقي كوارث. كان ممكن يصحى كان بقى الفترة اللي بدأ ينزل فيها من على السرير انا مكنتش اعرف، فكان بينزل